في هذا الفيديو كانت الانطلاقه ديالنا من مدينه الدار البيضاء في اتجاه جبال الاطلس. هنا كنوصلوا واحد الطبيعه يا سلام، وكنبحثوا على الطيور اللي نصوروها لكم. كيف ما كتشاهدوا فالمشاهد جميله جدا. هنا كنحاول نصايب الكاميرا ديالي. هنا كنلقاو واحد طائر صغيور اللي هو الحسون او صغير الحسون، فكيف ما كتعرفوه فهو جميل جدا وصوته رائع، فاستمعوا ليه. من بعدها غادي نغيروا الوجهه، غادي نمشيو لاتجاه واحد اخر. فالطبيعه هنايا الصراحه روعه. غادي نقطعوا هذا الواد هذا. هنا كانت التساقطات قليله. هنايا غادي نصادفوا واحد العش ديال هاد الطيور هادي اللي كيتعتبر واحد من اجمل الطيور المغرده في البريه. الفراخ ديالو صغيورين سبحان الله العظيم، جميل جدا. فأعتقد أن هذه اللقطات لا تحتاج لكلام صراحة. من بعدها غادي نكملوا طريقنا في وسط الغابات ديال الأطلس المتوسط. تلاقينا هاد الخنافس هادو كيجروا الماكلة ديالهم، سبحان الله الماكلة ديالهم كبر منهم، والطريقة باش كيتعاونوا فريدة. هنا غادي نكملوا طريقنا وغادي نصادف هاد المناظر الجميله جدا ديال هاد الزهور هادي ديال بلعمان. سبحان الله خديت لكم هاد المنظر بالدرون، منظر جميل جدا سبحان الله. المساحه كلها بهاد بلعمان هادي، واخا الصوره راه ما كتبينهاش بزاف صراحه. شوف سبحان الله العظيم، منظر جميل جدا. فهاد التلال كلها سبحان الله بحال هكذا. من بعدها غادي نكملوا طريقنا، غادي ندوزو على هذا الدوار هذا اللي هو واحد الدوار جميل سبحان الله طريقه البناء ديالو. هنا غادي نشوف هذا الطائر هذا فوق هذاك فوق هذاك العود، غادي نوقف حتى غادي نصورو، ومن بعدها غادي نكمل طريقي. هنا غادي تصادفنا الشتاء، تتصب هنايا الشتاء سبحان الله العظيم، امطار الخير. سبحان الله تغير الجو بواحد الطريقه غريبه جدا، والمناظر خلاص ما نتذكروش عليها سبحان الله العظيم. هنا غادي نتوقفوا في وسط هذه الطبيعه هذه الجميله. حاليا انا وصلت لهذا المكان هو اللي كنصور فيه بزاف الطيور، فبقاو معنا وما تنسوش الدعم ديالكم للصفحه ديالنا. محتوى جميل ومحتوى نقي. لذلك كنتمنى انكم تساعدونا يعني بما اوتيتم من قوه، وشكرا جزيلا لكم بطبيعه الحال. فرجه ممتعه، وما تنسوناش باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم بطبيعه الحال.